أحيانا الوحش مش هو اللي بيأذي، الوحش هو اللي اتأذى وساب ألمه يكبر لحد ما بقى هو الحقيقة الوحيدة. في حلقة بسيطة من كورج الجبان شفنا مثال مرعب قايم على فكرة واحدة، إن الخوف مش دايما بيحمينا، أحيانا بيحولنا لنسخة مشوهة من نفسنا. الحلقة بتبتدي زي أي حلقة رعب عادية، شبح، صريخ، هيئة مخيفة إلى آخره. والشبح بيقول لكورج إن الكلاب كلها وحشة، بس ليه التعميم؟ لأن الصدمة لما بتحصل مرة العقل مش بيشوفها كحادثة، بيشوفها كقاعدة. بعدها ميوريال بتعزمها على الأكل، وبنلاحظ إن كل اللي على الترابيزة بيشربوا لبن، إلا هي بتشرب قهوة وبتحط عليها 3 مكعبات سكر، ودي حالة توتر. كلهم بيشربوا لبن اللي هو بيدل على الهدوء، وهي الوحيدة اللي في حالة دفاعية. الشبح جسمه قاعد على الترابيزة بس عقله لسه في معركة. كيتي بتبتدي تحكي قصتها، بتقول ان صاحبتها حبت شخص سيء جدا، بتقول ان هو بيعاملها زي العبدة، ويوستس المريض بيوافق على تصرفات الشخص السيء، بس كيتي ما زالت مستمرة ان هي تشتمه، وده غالبا بيبقى تروما بوند. في التوكسيك ريليشنشيب الكراهية الشديدة غالبا بتكون مرتبطة بتعلق غير محسوم، لو كانت فعلا تجاوزته ما كانتش هتحتاج ان هي تكرر ذكره. الكراهية المستمرة احيانا بتبقى دليل بقايا ارتباط. بعدها يوستس بيسألها، بيقول لها انتي لابسة الماسك ليه؟ اتعصبت لان السؤال لمس حاجة هي لسه مش مستعدة ان هي تعترف بيها. بعديها المشهد بيروح لكوريج وهو بيتفرج على كرتون، الكرتون بيوريك ان قطة بتضرب كلب في الكرتون، والكلب بيتضرب عادي، وكوريج بيتفرج وبيضحك ومش شايف ان في اي مشكلة. طب ليه ده مهم؟ لان ده بيكسر فكرة ان في فئة دايما فوق وفي فئة دايما تحت. كيتي شايفة العالم بهرم، كلب يبقى معتدي، قطة تبقى ضحية. المشهد يقولك لا، احيانا القطة هي اللي بتضرب الكلب، واحيانا العكس. الموضوع مش نوع، الموضوع سلوك. كوريج مش عنده عقلية أنا كلب فلازم أزعل لو كلب اتضرب، هو مش شايفها معركة قبائل، هو شايفها موقف وخلاص. بس كيتي بتروح وبتقرر تضرب كوريج تاني، ولسه بتقول دوجز ار ايفل، الكلاب وحشة. أول احتكاك مباشر بينها وبين كلب هو ضرب، هي شافت كلب يبقى تهديد، يبقى اضرب قبل ما تأذي. المسلسل نقل كوريج من موقع المتفرج لموقع الضحية، كانوا بيقولوا سهل ان انت تضحك على معاناة الناس طالما الموضوع خارج عنك. بعدين المشهد بيتقطع لميعاد العشاء، ويوستس بيكرر نفس السؤال، انت لابسة الماسك ليه؟ بس يوستس مش بيسأل بدافع تعاطف، هو بيسأل بدافع السخرية، استفزاز، بيمثل نوع من الناس احنا عارفينهم كويس. وكيتي بترد عليه وتقول له انا مش عايز اواجه الواقع، القناع مش بيخفي الشكل، القناع يا اما بيخفي الحقيقة يا اما هو الحقيقة، بس ايه هي الحقيقة؟ فميوريال بترد عليها بتقول لها ان انتي لازم تواجهي الواقع. ميوريال هنا بتمثل تعاطف ناضج، وده بيودينا لسؤال، هل الانكار اريح من الحقيقة؟ كيتي بتفضل تبقى ضحية كلاب شريرة على انها تواجه ان هي اختارت شخص مؤذي، لان لوم العالم اسهل من لوم الذات. كمان القناع ليه معنى اعمق، هو مش بس اخفاء للناس، هو اخفاء للذات، وده بيبقى اسمه avoidance defense. الإنسان بيهرب من الحقيقة مش لأنها غير معروفة، لكن لأنها مكسورة. وكيتي بترد على ميوريال بعنف، لأن المواجهة أصعب من الهجوم. الهجوم بيحمي الأنا، لكن المواجهة بتهدها. فبدل ما تواجه السؤال بترد عليها بتقول لها طب وإنتوا ما تبصوا لنفسكوا. بعدها كوريج بيتجسس عليها وبيلاقيها بتلعب بفار، وكوريج ساعتها بيكتشف حقيقتها وبيروح يشتكي ويقول ليوستس وميوريال، بس ميوريال بتنصح كوريج وبتقول له عشان تفهمها حاول تشوف العالم من عينيها. بس كوريج كابر وقرر ان هي خطر ولازم يبعدها عن المعادلة. كوريج مداش لنفسه فرصة ان هو يفهمها حتى، وده يودينا لبارادوكس، مفارقة، ان الاتنين عملوا نفس الغلطة. هي شافت ان كل الكلاب أعداء، وهو شافها إن هي وحش. الخوف عند الاتنين اشتغل بنفس الطريقة بس على ضحية مختلفة. بعديها كوريج بيخطف الفار اللي هي كانت بتلعب بيه عشان يبلغ عنها، ويروح مطعم ويلاقي إن الطباخ لاحظ الفار وحكاله قصتها. كوريج في اللحظة دي اختار الفعل بدل الحكم، فقرر إن هو ينقذ باني. كوريج ما كانش بيكرهها، بس كان لسه مازال شايفها خطر لازم يتشال.
بعدها بنروح نشوف ماد دوج شرير الحلقة وهو بيشد باني وبيعنفها، اللي هو أصلا شغال قواد. ولما بنطلع فوق بنلاقي ان باني حزينة ومات دوج بيقول لها انا انتشلتك من الشارع، انت كنت ولا حاجة. بعدها بتعيط بس مات دوج بيروح يحضنها ويقول لها ما تزعليش. نرجسية واضحة، هو مش بيهاجم سلوكها، هو بيهاجم قيمتها. بيقول لها ان وجودك نفسه كان بلا قيمة من غيري. لما تقنع شخص انه من غيرك ولا حاجة هيبدأ يخاف يسيبك، وده بيخلق ديبندنسي لوب. دي بتبقى حلقة اعتماد. الضحية فعلا بتبتدي تصدق ان انا فعلا من غيره هضيع، ولما بتصدق ده اي حد شبهه هيبقى تهديد. وفي الاخر باني بتحاول تهرب بس بتفشل. كوريجي بينقذها، بعدها بتشكره وبتقوله ان انت كلب شجاع. وفي الاخر بتحكي لكيتي، وكيتي بتغير نظرتها عن الكلاب. تجربة واحدة صح كسرت قانون كامل اتبنى على وجعها. والحلقة بتخلص. لو تجربة واحدة خلتك تعمم، راجع نفسك. مش كل الناس شبه اللي أذاك، مش كل خوف يستاهل ان هو يتحول لقانون. الصدمة بتشرح لك اللي حصل، لكن مش لازم تسيبها تحدد كل اللي جاي. مش لازم تسيبها تحدد كينونتك. احيانا احنا مش بنلبس قناع علشان نخبي نفسنا من الناس، احنا بنلبسه عشان ما نشوفش نفسنا. حب نفسك،